تخيل تدخل واحد من اشهر المطاعم واغلاها وتاكل حته لحمه جوسي ويل دان، وبعد ما تاكل وتحبس بالشاي تكتشف ان اللحمه اللي انت اكلتها دي لحمه انسان زيه زيك. اللي انت سمعته ده مش نكته، ده حصل بجد في نيجيريا. فلما السكان القريبين من المطعم شكوا في المطعم وفي نشاطه بلغوا الشرطه، اللي وصلت لقت اكياس بلاستيك موجوده وفيها رؤوس بشريه. وكانت الحكايه كارثه بمعنى الكلمه، لان المطعم ده بالذات المفضل لناس كتير جدا، وباعتراف واحد من اللي اكلوا فيه الاكل فعلا كان سعره مبالغ فيه. ولما الشيف حط الطبق قدامه قال له ان الطبق ده واحد من الاطباق الاستثنائيه. ما طبيعي لازم يكون استثنائي يا صاحبي. المهم لو فاكر ان كل اللي بيطبخ لحم بني ادمين بيتقبض عليه، تبقى انت غلبان، لان الصدفه كانت سبب في كشف كارثه عمر عقلك ما كان يصدقها. فوقت ما كان في مصور بولندي مسافر في واحده من رحلاته، في طريقه عدى على نهر موجود في الهند، وبالصدفه وهو بيصور شويه صور للذكرى كده خد صوره لواحده من اكتر المشاهد المرعبه في العالم، واللي ظهر فيها ناس من قبيله موجوده هناك بتسكن المقابر وبتتغدى على اللحم البشري. بص كده. فاللي بياكل البني ادمين طلعوا عايشين معانا عادي، مش بس في الحواديت والحكايات. لسه برضو مش مصدقني؟ طب شوف كده الفيديو ده. القبيله دي بقى يا سيدي الاله بتاعها هو الاله الهندوسي جيفا، وبياكلوا فعلا لحوم البشر. فعلى غير الطبيعي بدل ما يحرقوا الجثث ويرموا الرماد بتاعها في البحر، بياخدوا الجثه بيستخدموا كل حته فيها. اللحم ياكلوه، الجماجم يشربوا فيها ميه، ولو فاضل حاجه من المرحوم بيعملوا منه غطا او مفرش للترابيزه كده يعني. اسمع كده الفيديو ده. ومش بس البني ادمين، ده بيحصل كمان على الحيوانات. وكل المحرمات اللي بيمارسوها دي شايفين انها طريقهم لتحقيق التنوير. انت كمان ما تنساش تحكي لرسلان افندي لو حصل معاك حاجه قبل كده واكلت لحمه في مكان وطلعت لحمه حاجه تانية خالص. سلام.